لو جينا نركب بلية على عمود، مش المفروض يكون الخلوص مناسب بينهم عشان يركبوا بشكل سليم عشان ما يحصلش مشاكل؟ طيب ما الحلقة الخارجية للبلية بتركب برضه في مكان في جسم المعدة، ولازم يكون الخلوص بينهم مناسب عشان يركبوا صح. طيب ازاي بنحدد الخلوص ده؟ اولا وقبل كل شيء تعالوا نتفق على شوية مسميات. عندنا البلية بالمنظر ده، القطر الداخلي بتاعنا بنقول عليه بور، وده المكان اللي بيركب فيه العمود. اما القطر الخارجي للبلية بيركب في مكان بنقول عليه المبيت او الهاوسنج بتاعه. الموضوع كله عبارة عن خطوات معينة هنمشيها مع بعض استنادا للكتالوجات، لان الحاجات اللي زي دي ما ينفعش نخترعها من دماغنا، فعايزين نخلي المرجع بتاعنا هو الكتالوجات. تعالوا نحط مثال من خلاله هنعرف الخطوات. ولنفترض ان عايز اركب بلية من النوع 6310، وعرفنا قبل كده الكود ده بيعبر عن ايه في الفيديوهات اللي فاتت. البلية دي هتركب على عمود موتور كهربائي مثلا. قبل ما نبدأ محتاجين معلومات أساسية عن البلية، وهو القطر الداخلي والخارجي للبلية، وهنجيبهم برضو من الكتالوجات زي ما واضح قصادنا كده. هنلاحظ ان القطر الداخلي 50 ملي والقطر الخارجي 110 ملي. ثم بعد كده هنروح للقسم التاني من الكتالوج، وهو الشافت فيت فور راديال بيرنج او خلوص العمود مع البلية. اول حاجة هنحتاج نحدد اذا كانت الحلقة الداخلية للبلية هي اللي هتدور ولا هتفضل ثابتة في التطبيق بتاعك، عشان نقدر نحدد الخلوص صح من الجدول ده. احنا من الاول قلنا ان البلية هتركب على عمود موتور كهربائي، وبالتالي اللي هيدور معانا هي الحلقة الداخلية للبلية. بعد ما حددنا الجزء اللي هيدور، هنحتاج نعرف نوع التحميل الواقع على البلية. هتلاقي هنا حاطط لك امثلة للتطبيق اللي عندك زي الكونفيور او زي الجيربوكسات. هتفضل تدور لغاية ما تلاقي التطبيق بتاعك اللي هو موتور كهربائي، واللي عادة بيكون من حمل طبيعي للثقيل. فهتلاقيه كاتب لك ان البي اكبر من 6% في سي. البي دي الحمل المتوقع، والسي السعة اللي تقدر البلية تتحملها. فهنا قيمة الحمل المتوقع على البلية اكبر من 6% من السعة اللي تقدر تتحملها البلية. بعد كده هنبص على قطر العمود. فاحنا عارفين ان القطر الداخلي للبلية بتاعتنا هو 50 ملم، فهنلاقي الرقم واقع بين 18 ل 100 ملي. وفي الصف اللي جنبه على طول هلاقيه كاتب لي الخلوص المناسب للعمود مع البلية، واللي رامز ليه بكي 5، وكاتب بين قوسين كي 6. الكي 6 ده لتطبيق خاص زي لو هتركب بشكل زاوي، والكلام ده مش في التطبيق بتاعنا. بعد ما حددنا نوع خلوص العمود مع البلية واللي هو كي 5، هروح بقى واشوف رمز الكي 5 ده بيعبر عن خلوص كام. هنلاقي الصفحة اللي بعدها بيقولك قول لي رقم العمود الأول، فتحدد العمود قطره 50 ملي، وفوق كاتبلك الرموز الخاصة بالخلوصات، واحنا الرمز بتاعنا كي 5. فهنبص عند قطر 50 ملي، هنلاقي الخلوص بتاعنا بين 1 و9686 من 10000 بوصة ل1 و9690 من 10000 بوصة. ولو هنحول من بوصة لملي هنضرب في 25.4، هتبقى بين 50 و24 من 10000 ملي، وبين 50 و126 من 10000 ملي. يعني العمود قطره يكون بين الرقمين دول، وما ينفعش يقل عن 50 و24 من 10000 ملي، ولا يزيد عن 50 و126 من 10000 ملي، عشان ما يحصلش مشاكل زي الاهتزاز والسخونة الزايدة. وكده عرفنا كل حاجة بخصوص الخلوص بين العمود والبلية. تعالوا بقى نحدد الخلوص اللي بين البلية والمبيت او الهاوسنج بتاعها. اول حاجة هنروح للصفحة الخاصة بالهاوسنج فيت او خلوص المبيت مع البلية الراديال. هدور برضو على التطبيق بتاعنا اللي هو الموتور الكهربائي، فهنلاقي هنا اللي هو برضو مع الأحمال الطبيعية للثقيلة في قسم الحمل غير محدد الاتجاه. هنلاقي انه بيقول لي ان الخلوص بتاعك رمزه كي 7، وهنلاقيه كاتب لك ملحوظة انه في العادة البلية ما بتتحركش من مكانها او ما بتزحزحش من مكانها، وده اللي احنا عايزينه في التطبيق بتاعنا. بعد كده نروح لصفحة الهاوسنج فيت، واللي بتوضح كل رمز معناه ايه بالنسبة للهاوسنج. فهنلاقيه عايز مننا القطر الخاص بالمبيت اللي هو القطر الخارجي للبلية، واللي هو 110 ملي. هنفضل ماشيين على طول الصف لغاية ما يتقاطع مع العمود الخاص بالخلوص كي 7. هنلاقي الخلوص اللي المفروض يكون بين الحلقة الخارجية للبلية وبين المبيت بتاعها 4 و3297 من 10000 بوصة، وبين 4 و3311 من 10000 بوصة.
ولو هنحول الأرقام لملي هتبقى بين 109 و9744 من 10000 ملي ل 110 و99 من 10000 ملي، يعني ما يزيدش ولا يقل عن الرقمين دول. وبكده احنا حددنا الخلوص المناسب للبلي مع العمود والمبيت بتاعها، وضمننا عمر أطول للبلية. ما تنساش تسيب كومنت عشان ابعتلك الكتالوج ده. وفي النهاية موضوع التفاوتات والخلوصات مش موضوع صغير، لا ده محتاج مذاكرة وشوية جهد منك، إذا كان بالبحث أو إنك تاخد كورسات. والشركات اللي بتقدم كورسات في المواضيع اللي زي دي زي شركة أورينج، ودي شركة كويسة جدا وكورساتها محترمة.